طبق البتنجان الخطير ده اللي يعدل مودك ويغير مزاجك واللي ياخدك في حتة تانية خالص وينسيكي همومك. بجد الطبق ده كفيل ينسيكي همومك. يلا بينا نشوف احنا عملنا الطبق ده ازاي. نبدأ كلامنا بالصلاة على حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. زيدوا النبي صلى يا جماعة بالصلاة على الرسول. بتنحل وتنفك العقد على طول. هنا كان معايا فلفل اخضر ومعايا بتنجان عروسي بتاع القلي المخصوص للقلي البتنجان. مين بقى كان بيعمل البتنجان ده؟ كانت بتعمله ست الكل، نور عيني، كانت والدتي ربنا يديها الصحة والعافية هي اللي بتعمله. قطعت البتنجان وقطعت الفلفل وخرمته زي ما انتوا شايفين، شالت منه العنقود بتاعه وفتحته بالسكينة عشان لما تيجي تحطه في النار ما يطرطش يعني ويلسع ايدينا. وهنا بقى ابتدت ان هي تقليه في الزيت زي ما انتوا شايفين معايا. وعايزه اقول لكم اطعم واحلى طبق بتنجان ممكن تاكلوه من ايد امي، ربنا يديها الصحه والعافيه. بجد احنا ممكن نسيب الاكل كله اللي قدامنا وناكل من البتنجان بتاع ست الحبايب يا حبيبه. بجد ماما بتعمله تحفه. طبق البتنجان اصلا بيفتح النفس لوحده. هنا بقى كنا خرجنا البتنجان، كنا بنقلي، وبعد كده بقى هنبتدي بعد ما خلصنا قلي البتنجان كله هنبتدي ان احنا هنقلي الفلفل، وهي بتكون مفتحة الفلفل بالسكينة عشان ما يفرقعش في الزيت ويحرقنا يعني. تمام كده اهو البتنجان الفلفل ماما قليته وخلاص. خلصنا هنا القلي. وبعد كده بقى هي هتبتدي توضب التحابيش بتاعة البتنجان. هنا معاها توم، التوم دوا عليه فلفل احمر بس توم كتير، هي بتستخدم توم كتير. تمام كده. وعليه طبعا الشطة والملح والكمون. هنا بقى معايا هريسة شطة. هريسة الشطة دي عبارة عن فلفل أحمر مضروب في الكبة. تمام كده بتحطه على التوم أبو فلفل أحمر وشطة، وبتحط عليه حوالي ربع كوباية من الخل، وهتحط عليه الليمون. تمام كده هي هتعصر كمية ليمون محترمة، هتحط له ليمون كتير زي ما انتوا شايفين اهي. بتعصر عليه الليمون، هتحط عليه كمية حلوة كمية محترمة علشان طبعا الليمون بيديله طعم ومزازة وياخدك في حتة تانية خالص. بجد بجد الطبق ده كفيل ينسينا همومنا. بجد والله ماما بتعمله خطير، حكاية حكاية حكاية. أحلى بتنجان ممكن تاكله من ايد ست الكل والدتي، ربنا يديها رب الصحة والعافية. هنا بقى هي بتعصر الليمون. على فكرة سهل جدا ان احنا نعمل بتنجان مقلي مخلل، بس مش سهل ان هو يطلع بالروعة وبالجمال اللي ماما بتعمل بيه البتنجان بتاعها. تمام كده. احنا بقى هنا ايه بنعصر الليمون. انا حبيت ان انا اقول لك الوصفه دي واصورها لك عشان الناس اللي بتحب المخللات تتعلم مننا طريقه البتنجان اللي شكله يفتح النفس وتحفه وطعمه خطير وشكله جميل من ايد ست الكل، علشان اللي عايز يتعلمه مننا. تمام كده هي خلاص قلبت بقى الثوم في الهريسة في الليمون في الخل، وهتبتدي ان هي ايه تخلل بيهم البتنجان. هنشوف بقى الطريقة بتاعتها هي بتعمل ايه او بتخلله ازاي. هنشوف مع بعض. هي بقى بتقلب كويس طبعا زي ما انتوا شايفين هرسة الشطة كتيرة والثوم كتيرة، وبتحط شوية توم كده محترمين زي ما انتوا شفتوا معايا. تمام كده. هنا بقى هتبتدي تجيب البتنجان والفلفل. هتحط الاول فلفل في الطبق وتنزل عليه بشوية من التتبيلة اللي هي عملتها، اللي هي الثوم والشطة والهريسة والكلام ده كله. وبعد كده هتنزل بالبتنجان اهو زي ما انتوا شايفين. شكل الطبق اصلا بيفتح النفس، يعني احنا لما بنشوف الطبق ده نفسنا بيتفتح على الاكل وعلى الدنيا وعلى كل حاجة. بصوا اهي تبتدي تنزل البتنجان
في قلب الخلطة اللي عملتها. طبعا اكيد كلنا بنعرف نخلي البتنجان، بس مفيش حد بيعرف يعمل البتنجان بتاع امي بقى يا جماعة، بجد والله. ماما بتعمل البتنجان ياخدك في حتة تانية خالص. حطت بقى شوية فلفل، تبتدي تحط عليه التحويجة اللي عملتها او الخلطة اللي عملتها بتاعة الثوم والهريسة زي ما انتوا شايفين اهو. عشان اللي عايز يتعلم مننا ويعرف طريقة وسر تخليل البتنجان. هنا اهو خلاص كانت بتبتدي ان هي يعني تشطب خلاص تخلص البتنجان اللي قدامها والفلفل زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا شكله يفتح النفس ازاي. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة، شايفين يا جماعة؟ والله جرى ريقي على ان انا اكله دلوقتي، بجد تحفة تحفة تحفة، طعمه خطير. ان شاء الله يعجبكم ان شاء الله. لما تعملوه تخللوه بالظبط زي طريقة ماما بالظبط، لانها بتعمله حلو قوي قوي. ان شاء الله يعجبكم وتتعلموا منها. بصوا البتنجان، شايفين الحلاوة؟ سيدي على الجمال، يا سيدي على الحلاوة. هنا بقى زودنا شوية الهريسة وشوية الثوم اللي فاضوا مية، شوية مية معقولين مش كتار طبعا، حبة صغيرين. وهنبتدي نحطهم بقى على طبق المخلل البتنجان اللي احنا عملناه زي ما انتوا شايفين. تعملوا بقى هي بتأني كده بقى، وبتعملوا بقى بروحها الحلوة وبإيديها الحلوة وبطريقة الناس الحلوة الكبيرة دي زي ما انتوا شايفين. بقى هنا بقى هتحطوا على وش البتنجان اهو بالهريزة بقى بكل حاجة. وشوفوا بقى الجمال، شايفين بقى الطبق ده والله العظيم ياخدك في حتة تانية، ينسيك الدنيا واللي عليها. شايفة الجمال، شايفة الحلاوة؟ يا سيدي على الطعم، يا سيدي على الحلاوة. اتمنى بقى لو عجبكم الفيديو ياريت بقى ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ كله حلي مع دودو. وان شاء الله دايما دايما اصور لكم فيديوهات كتير عند ماما ومع ماما، وان شاء الله تنول رضاكم واعجابكم ودعوة حلوة لست الكل. ربنا يديها طول